الكثير مننا عنده صعوبة كبيرة جدا 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 في أنه يعبر على أفكاره، مشاعره، ذاته الحقيقية، الشيء اللي كي بغيه أو كي فضله. وهاد الصعوبة كتكون إما ناتجة على البرمجة اللي منذ نعومة الأظافر كتحدد لنا شنو نقولوه وكيفاش نقولوه. هاد البرمجة اللي كتحط ذاتنا كلها في قوالب اجتماعية خاص يوافق عليها الآخر عاد نعبروا عليها، خاص نشوفوا الرضا الآخر عليها أولا عاد نعبروا بما يناسب. الكثير مننا كيكون عارف أنه على حق ولكن ما كيقدرش يعبر عليها. الكثير مننا كيكون في ضيق إما بسبب سلوك معين أو تعامل معين وما كيقدرش يقول لا، ببساطة لأن هناك فكرة متجذرة في عقله اللاواعي كتقول أن الصوت العالي يعني الخطر، الصوت العالي يعني الخوف الشديد، الصوت العالي يعني تهديد لأمان النفسي الاجتماعي أو الجسدي حتى. من التقنيات اللي كتعاون بشكل كبير جدا على تفكيك مثل هذه المعتقدات هي تقنية الغناء الحر والصاخب. هذا التمرين كتكمن أهميته أولا فأنه كيعاوننا مرة على مرة أننا نتخلصوا من الرغبة في الكمال، الرغبة في أننا نكونوا على صح، لأنه أنت كتغني بصوت قوي وبحماس سواء كان صوتك جميل أو لا غير جميل، سواء كان صوتك بالمعايير اللي كيشوفوها الناس جميلة أو لا، سواء كنت متقن للنوتات الموسيقية أو نشاز. المهم أنك تغني وتغني بقوة، تغني بحماس بلا ما توضع أي اعتبار الأحكام الاجتماعية لمسألة الكمال. ثانيا التمرين كيعاون بزاف في إرسال الرسائل مفادها أن الأمور بخير، لأنني مني كنغني بصوت عالي فالتنفس ديالي كيصبح أكثر انتظاما، أكثر عمقا، وبالتالي كنشط الحجاب الحاجز، وبالتالي كتوصل رسائل لجهازي العصبي مفادها أني في أمان. ومرة على مرة كيبدأ يرتبط صوتي العالي بالهدوء، كيبدأ دماغي يربط بين تعبير بصوت عالي قوي صاخب وبين أني في أمان، عكس ما بثته فيا البرمجة. شيء آخر مهم في هذا التمرين هو أنه كيربط الصوت العالي بالمتعة والبهجة والفرح عوض الخوف، شعور بالخطر أو التهديد. وهذا مهم جدا في خلخلة البرمجة اللي كتنتج على فحال هذا الأفكار. كيفاش كنقوموا بالتمرين؟ أول شيء كنضمنوا الخصوصية، كنكونوا في مكان بعيدين فيه على أنظار الآخرين، بعيدين فيه على أحكامهم، السيارة، البيت أو حتى دش. ثاني شيء كنقوم بواحد تنفس تحضيري، مثلا أخذ النفس
أخذ نفس 4 ثواني، ثم أخرجه ل4 ثوان حتى أحضر جهازي العصبي. أقوم بالعملية 4 مرات إلى 5 مرات، ثم أختار أغنية أنا أحبها جدا وأغنيها بصوت عالي، بحماس، بقوة، بصخب، وحبذا أنني نربطها ببعض الحركات الجسدية، يعني نكون كنغني وأنا أحرك يدي وأنا أستمتع وأنا أتحرك، حتى أنني نخلي كثافة حسية عالية فيها مشاعر، فيها عواطف، فيها فرحة، وفي نفس الوقت صوت عالي. منين نسالي الأغنية ناخد لحظة واعية نتأمل فيها شنو وقع، نتأمل فيها الحاجات اللي حسيت بها، نتأمل فيها صوتي منين كان كيخترق الآفاق بدون ما يعني يدير أي اعتبار لا للنوتة الموسيقية ولا لحسن الصوت ولا للأفكار اللي كتجينا في عقلنا. ونحاول نكرر هذا التمرين على الأقل مرة في اليوم، هكا غادي نبدأ نبني علاقة متينة بيني وبين التعبير على ذاتي الأصيلة، ذاتي اللي ما محتاجاش دي غوتوش باش تلمع، لأن الأصل ديالها، الحقيقة ديالها، أنها ذات براقة. سلام.